مهم جدا ان احنا في المجتمع عندنا توعية عن الاختلافات العصبية اللي عند الاطفال. اطفال كتير ممكن يبقى عندها حاجات مختلفة زي توحد او ديسلكسيا اللي بتبقى فيه صعوبة في القراية، او مشاكل حسية مختلفة بتخلي ان هم جهازهم العصبي يعني بيستقبل المعلومات بطريقة مختلفة. فعلشان احنا نعمل توعية للاطفال ان ممكن يلاقوا حواليهم اطفال مختلفة وازاي يخلوهم مندرجين معاهم، الكتاب ده My Brother is Very Special، وان الجزء العربي بتاعه اخي مميز جدا. معلش هو لما بحط الحاجه قدام الكاميرا بتبقى معوجه. الكتاب ده بيعمل توعيه عند الاطفال ازاي ممكن دايما نلاقي طريقه نخلي كل طفل حتى لو عنده اي نوع من الاختلافات يبقى مندرج معانا في اللعب، وازاي نتقبله وازاي نحترم اختلافاته دي، عشان مهم جدا ان احنا نساعد على بناء مجتمع ويتقبل كل الاختلافات. الشخصيه اللي في الكتاب المفروض ان هي عندها توحد، بس انا قصدت ان انا ما احطش اي القاب او ليبلز نبقى كاننا اوقات بنقلل الطفل في تشخيص معين، لانه الطفل اكبر بكتير قوي من اي تشخيص ممكن يتحط فيه. ودايما التشخيص اللي بيتعمله ده هدفه ان احنا نفهمه اكتر ونساعده، مش ان احنا كانه بنحطه في اطار كانه مش بيطلع منه.